السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كروي ممتاز، اقسم بالله يا جماعة ما فيش فرحة في حياتي فرحت نفس اليوم هذا بالذات. فوز السعودية، تعادل تونس، يا جماعة والله حاجة لا قوة الا بالله. ربي يدوم علينا الافراح والضحك واللعب، وان شاء الله يا رب مستويات من اعلى الاعلى ان شاء الله يا رب. نحن كعرب اول مرة في حياتي نشوف ان العرب فرحانين ومجتمعين على حاجة وحدة وتحس ان كلهم مؤيدين في راي، ما فيش واحد يخالف، ما فيش واحد بيطلع لك ويقول لك لا ما فيش. مش حقد على الارجنتين ولا كره في ميسي ولا الحاجات هذين كلهن الوهميات، والله مش هيك. لكن فرحان كنحن كعرب يعني كمسلمين ان نقدموا في اداء نفس هذا وقدام الاتحاد الاوروبي، يعني حاجه الله يبارك. ليش فرحانين ومجتمعين ومش انتم ما تشوفوش في تويتر، ما تشوفوش في الناس اللي نتابع فيهم، ما كميه اقسم بالله الله اكبر. الفكرة ليش فرحانين وليش نديروا في الزحمة هذه كلها وليش نقول لك السنة هذه يعتبر كأس العالم، يعني خليني نقول لك عربي، والله أعلم أنه يصير منا لقدام، يعني بعد 10 سنين، بعد 4 سنين، بعد 8 سنين، بعد 12 سنة، هل في دولة بتستضيف أخرى أو لا، أو يمنعونا بالكل، الله أعلم. لكن نحن كوظيفتنا أن نوري الاتحاد الأوروبي شنو هم العرب وشنو هم المسلمين بصفة عامة، وان نحن نقدر نقدموا اداء خرافي واداء ما شاء الله وجمهور يدعم فيه من جميع المنتخبات. هذه رسالتنا نحن كجمهور نبي نوصلوها للاتحاد الاوروبي بصفه عامه، والحمد لله تقريبا وصلت الرساله والقادم افضل باذن الله. نتمنى يا رب الفوز المنتخب المغرب، ونتمنى يا رب السعوديه واي منتخب عربي مسلم يصعد للدور ال 16. تحياتي لكم، السلام عليكم.